السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسوا دعمنا والاشتراك، جزاكم الله خيرا. في هذا الفيديو حياة الدكتور محمد الفايد الذي أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا. مزداد 1955 بولاد سعيد مدينة طاد، متزوج وأب ل4 أولاد. كما تعرفون بروفيسور بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، اختصاصي الميكروبيولوجيا الصناعية والبايوتكنولوجيا الغذائية. حصل على 9 براءات اختراع في مجال الصحة الغذائية. حصل على دبلوم تقني مخبري 1977 في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، وكذلك لديه دبلوم مهندس تكنولوجيا غذائية في 1984 بنفس المعهد. وحصل على دبلوم الدراسات المعمقة في علوم الأغذية 1988 بجامعة بليز باسكال بفرنسا. ولديه دبلوم مهندس متخصص في الصناعة الغذائية 1988 بمعهد الذي يمتهن فيه الآن كبروفيسور بمعهد الحسن الثاني للزراعة بالرباط. حصل كذلك على الدكتوراه الأولى في بحث أسلوب صناعة لتصنيع المواد 1990 بنفس الجامعة بليز باسكال بكليرمون فرنسا. حصل على شهادة الدكتوراه الثانية في أساليب تحويل المواد الزراعية 1992 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط. اجتاز شهادة الثانوية العامة شرعية أصيلة، وسجل بكلية حقوق أبدال 1999. ختم القرآن 1998. لديه أبحاث كثيرة ولديه كتب ولديه عدة مؤلفات. حاز مناصفة مع محمد اليشوي على جائزة الحسن الثاني ب 1999، وكذلك في مجال مكافحة التلوث والآذيات. في 28 نوفمبر 2020 توج الفايد بجائزة التميز المهني فئة التميز العربي ل 2020 ضمن جائزة جلوبال العالمية لمؤلفات كثيرة: النظام الغذائي الإسلامي، اللغة الماليزية، صحتك في غذائك. كما تعرفون عدة مؤلفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناء هذا الوطن الباحثين منهم ويجعلهم من أهل الجنة إن شاء الله. خيركم من تعلم العلم وعلمه. هذا كل ما لدينا. السلام عليكم ورحمة الله.